يلا بينا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. هنعمل الكريب بطريقه حلوه قوي في البيت، احسن من المطاعم وانضف بكتير جدا واوفر. وهنعمل برضو هنعمل الستريبس بالعيش الكايزر برضو اللي هو الماك، وهوريكم طريقته سهله ازاي. هنا معايا صدر فرخه، يعني لو انت خاليه فراخ وعندك صدر فرخه او نص كيلو من البانيه هقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا حبيت اوريه لكم بس تاني، انا عاملاه عندي على القناه على اليوتيوب، على بيت الكرم، قناتي على اليوتيوب، فقلت اعمله لكم على الفيسبوك. هنا بقى ايه، بدأت أقطع الفراخ. هقطعها صوابع، ولا تخينة ولا رفيعة، هتبقى وسط عشان تبقى ايه كويسة معايا، وما تنشفش معايا وتبقى طرية من جوه. خلاص كده بقى كنت قطعت الكمية. وهنا هبدأ بقى أجهز ايه، معايا نص كيلو من الدقيق، وعليه معلقتين من النشا، ومعايا هنا البهارات، بصل بودر، توم بودر، وكركم وكاري وشطة حسب الرغبة، والسبع بهارات وبهارات فراخ ومكعب ماجي. هنا بقى هنزل بالخلطة دي كلها على الدقيق. الدقيق ده يا بنات هنقسمه نصين، النص الاولاني هناخده هنعمل بيه المارينيه اللي هننقع فيه الفراخ، والنص التاني هنسيبه ناشف عشان نتبل فيه يعني نعمل فيه الفراخ الستريبس قبل ما نقليها. هنا بقى ايه، هناخد النص زي ما قلت لكم، وهنسيب النص التاني واحنا جايين نقلي الستريبس. انا جبت لكم بس حاجه بسيطه كده، اللي عايز يشوف الوصفه كامله يدخل عندي على القناه على اليوتيوب في بيت الكرم وهو يشوف الوصفه كامله. هنا هنزل بالميه، هنعمل عجينه بس عجينه خفيفه، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي، عشان تبقى تمسك على الفراخ لما نيجي نقليها، تبقى حلوه كده معانا وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. هنا بقى خففت كده زي ما انتم شفتوا اهوت، وهقلبها كويس جدا وهوريكم القوام اللي احنا عايزينه. هنا بقى خلاص كنت خلصت. هنا عملت بقى، شوفوا بقى القوام اللي احنا عايزينه اهو، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي اهوت. وهنزل بقى ايه بالفراخ، هتبلها. التتبيله دي يا بنات لازم تقعد من ساعه لساعتين بالكتير قوي، اقل حاجه، عشان تديكي النتيجه حلوه وتاكلي ستريبس حلو جدا زي بتاع المطاعم. هنزل بقى بكل الكميه وهسيبها تتنقع زي ما قلت لكم، عقبال ما اجهز معايا بقيه الحاجات بتاعه الكريب. وما تنسوش تحطوا معلقه من الخل، عشان بتبقى حلوه وبتخلي الانسجه بتاعه الفراخ كده، بتبقى الفراخ معانا طريه ومستويه وحلوه. هنا بقى معايا بطاطس، هنعملها برضو زي بتاعه المطاعم بالظبط. هنا هبدا اجهزها عقبال ما الفراخ تتنقع. هنا حمرت بطاطس في البيت عادي جدا، وحطيت عليها كاتشب ومايونيز اهيت. البطاطس اصلا حلوه جدا الايام دي، اعملوها لاولادكم هيحبوها جدا. هنا بقى ايه، كنت حطيت عليها مايونيز وكاتشب زي اللي بناكلها في المطعم بالظبط، حلوه جدا زي البطاطس اللي هي السوري. خلاص بقى هنا بقى هي هجهز معايا الصوص اللي انا كنت بقى طبعا قليت خلاص الستريبس وخلصته، وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنا بقى هجهز الصوص بقى اللي هدهن بيه الايه، العيش الكايزر قبل ما احط عليه الستريبس والكريب قبل ما نعمله. هحط كاتشب، وهنزل بالمايونيز عليه، وهدمجهم كويس جدا مع بعض. مقطعه معايا طماطم طرنشات، وفلفل حلقات، ولو لو عندك خس او كابوتشو حطيه. هنا انا ما كانش عندي غير الطماطم بس والفلفل. هنا بقى اجيب العيش الكايزر، وهبدا بقى ايه، انزل بالصوص اللي انا عملته دوت اللي هو المايونيز والكاتشب اهوت. ساعات بجيب اوقات بجيب العيش الكايزر الاول، وبديله كده صدمه في الطاسه الاول، بيبقى برضو حلو قوي. هنا بقى حطيت الطماطم والفلفل، وهحط الفراخ. بصوا بقى الاستريبس لما اتقلى بقى عامل ازاي، شكله حلو قوي وطعمه بقى تحفه يا بنات.
انا هنا انا بحطه سليم، بس هنا عملته بالمقص كده عشان ابني الصغير ما مش هيعرف ياكله كده يعني، عشان يعرف ياكله. انما التاني الرغيف التاني بقية السندوتشات يعني عملتها سليمة زي ما هي اهوت. وحطيت بقى حبة من البطاطس واهوت. بصوا بقى شكله جميل ازاي ومليان، وحاجة نضيفة عاملينها في البيت، طريقة سهلة لولادنا. خلاص بقى كده بصوا العيش الكايزر بقى كنت خلصته مع البطاطس وقدمته للولاد. وهنا بقى ايه هعمل العيش الكريب. هنا بقى ايه هعمل لكم رغيف بالشكل ده ورغيف تاني في الطاسة. هنا برضو حطيت من الصوص اللي انا عملته. هنا بقى ايه هنزل بالفراخ هقطعها كده بالشكل ده. وبعد كده هكون معايا مجهزة بقى جبنة موتزاريلا، ممكن عندي ميكس جبن، اي حاجة بقى عندك حطيها. هنا بقى حطيت الفراخ خلاص. بصوا بقى الساندوتش كده مليان. والبطاطس حطيت بطاطس، وهبدأ بقى انزل بالجبن بتاعتي، الجبنة الموتزاريلا والميكس جبن. عندك جبنة رومي حطي، اي جبن عندك حطيها، زيتون اللي انت عايزة حطيه. بس انا ما حطيتش زيتون عشان ولادي مش بيحبوه. كده خلاص بقى هبدأ اقفل كده ايه معايا الساندوتش. وبعد كده بقى ايه هروح احطه في الطاسة عشان نحمصه من هنا ومن هنا. هو طبعا كل حاجة مستوية فيه. هنا بقى الرغيف التاني حطيته في الطاسة على طول، وتنيته يعني نصين كده. ونزلت بالجبنة الموتزاريلا وحطيت الفراخ والبطاطس. وهبدأ بقى اقفله واحطه على الجنب التاني. وحطيت كاتشب ومايونيز. والله جميل جدا. الكريب في البيت دوت احلى اختراع، احسن من بره بكتير، واوفر بكتير بكتير، وطعم ونظافة. اهو كده خلاص بقى كنت خلصت السندوتشات اهيت. بصوا الكريب شكله عامل ازاي. جربوه مش هتندموا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اول مره تشوفوني انا اسمي ايمان. يا ريت تدخلوا تشرفوني على قناتي على اليوتيوب بيت الكرم. باي باي. كده بقى خلاص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايكات. مع السلامه.